50 جرام من اللبن. نعمت خالص كده معايا، وهنبتدي كده بقى ان احنا نحضر الأطعمة بتاعتنا. واول طعم ان هو احنا هنعمله بحبة الزعتر وحبة البركة. انا خدت كده رشه بسيطه كده من الزعتر وفركتها، ورحت نازله بمعلقه من حبه البركه. اللي بيحب حبه البركه يقدر ان هو يكترها زي ما انا ما عملت كده، اللي ما بيحبهاش يقدر يحط شويه صغيرين منها. هي عامه حبه البركه مفيده جدا، بس يعني في ناس ما بتستقبلهاش قوي عشان بتحس انها فيها سنه من المراره. وهنرش كده شويه من حبه البركه على الوش. وكده احنا خلصنا اول طعم معانا. تاني طعم كده بقى جبت شويه كده برضو من الجبنه الكيري، وبعد كده حطيت عليها معلقتين كبار من الجبنه الرومي. جبنه الرومي انا هنا بجيبها وببشرها وبخليها جاهزه كده على طول عندي للاستعمال. حسينا انا ان الجبنه الرومي عندي قليله شويه، يعني الجبنه الكيري اللي هي بالطعم الرومي حسيت ان هي قليله شويه، ان دي اكتر طعم هما بيحبوه. زودت كده رشه من الجبنه الرومي، وحطيت بالظبط معلقتين تاني لغايه لما مليت العلبه دي بالظبط بتاخد معايا 300 جرام من الجبن، انما العلبه التانية بتاخد معايا 250 جرام. وكده خلصنا تاني طعم اللي هو بطعم الجبنه الرومي، وبعد كده هننزل بتالت طعم معانا اللي هو طعم الزيتون. انا برضو بجيب الزيتون كده وبخليه وبقطعه صغير جدا، بيبقى جاهز كده معايا للبيتزا او للجلاش او للفطير الشرقي. يعني بحب كده ان انا اجهز الحاجات بتاعتي عشان تبقى سهله معايا في التعامل. حسيت ان لسه الزيتون صاحي كده شويه، قلت لا انا هرجعه المفرمه تاني، وهبتدي ان انا اضربه كده ضربه كده بسيطه في المفرمه. يعني انا هشغل المفرمه وهطفي، هشغل واطفي زي ما انتم مش شايفين، مش هنعمه قوي. وبعد كده هبتدي برضو ان انا اجيب العلبه بتاعتي وهحط فيها الجبنه بتاعتي اللي هي بطعم الزيتون. طبعا الاطباق دي ما بتترميش يا جماعه، الاطباق دي كده خلاص زمانها اتلحست اصلا، اتاكلت خلاص الحمد لله. كده عملنا من كيلو الجبنه القريش 4 اطعمه، ساده وزيتون ورومي وبالزعتر وحبه البركه. طبعا احنا كده عملنا 4 نكهات، واحده ساده، واحده بالزعتر وبحبه البركه، وواحده بالزيتون، وواحده عملناها بالجبنه الرومي. دي طبعا اكتر طعمين احنا بنحبهم قوي، اللي هي الزيتون والجبنه الرومي. بص احنا بنعشقهم. انما بقى الزعتر انا بحبه، انا اكتر بحب الزعتر وبحب حبه البركه اكتر. ده بالنسبه لي انا يعني، انما هما مش بيميلوا عليه قوي، بيحسوا ان حبه البركه فيها كده سنه مره، انما بالنسبه لي انا بحبها جدا وبعشقها. وواحده ساده طبعا اللي بيحب الجبنه الكيري الساده. لو انا بس انا حابه اعمل